السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاك وفاء مصطفى. النهارده هعمل معاكم صينية البطاطس بالفراخ. طبعا أكلة يعني معروفة، أشهر أكلة عندنا. بنعملها بقى في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، بنعملها في كل وقت. هعملها لكم النهارده بطريقة يعني مفيش أروع منها، طريقة ما شفتوهاش قبل كده. هتعجبكم جدا ومتأكدة ان انتوا هتعملوها بالطريقة دي على طول. على بركة الله بقى، تعالوا نبدأ. هاتي بقى كمية الفراخ اللي انت عايزاها. على فكرة دي مش فرخة كاملة، يعني دي يعني فرخة إلا شوية، متقطعة زي ما انتم شايفين ل8 أجزاء. يعني هي لو فرخة كاملة متقطعة ل8 أجزاء. ودلوقتي تعالوا نتبل على طول بالملح. بصوا هنتبل بطريقة مختلفة. حطيت ملح وحطيت فلفل أسمر وحطيت بهارات فراخ، هحط شوية كمان، وهحط كمان شوية بابريكا. وبس كده. تعالوا بقى ندعك الفراخ بتاعتنا بالحاجات ده. وده يا جماعة اسمه التتبيل السريع، اللي بيدي للفراخ طعم وتتبيلة حلوة يعني على طول. مش محتاجة نستنى ساعتين 3 ولا أي حاجة. ممكن على طول نعمل كده ونشتغل فيها يعني 5 دقايق ونشتغل فيها. انا عملت كده خلاص ودعكت الفراخ، فالفراخ اتملحت واتبهرت كويس قوي. كنت مجهزه بصلايه صغيره خالص مبشوره وطماطمايه كمان، وبرضو هحط عليهم من نفس المكونات، يعني ملح وفلفل وشويه بهارات فراخ. وهدعكهم كويس قوي مع البصلايه، وهنزلهم برضو على الخليط على الفراخ يعني، وهندعك بيهم الفراخ. وده هيدي طعم حلو قوي للفراخ، لان احنا هنحطها في الصينيه، فده هيطعمها اكتر واكتر. بس كده يا جماعة، خلاص كده تمام. هسيب الفراخ بقى بتاعتي لغاية ما اقشر بقى البطاطس بتاعتي، واجهز الطماطم واجهز المكونات اللي هعملها في صينية البطاطس. تعالوا بس الاول، يعني بعد ما خلاص كده جهزت البطاطس وجهزت كل حاجة، هبدأ اشتغل في الفراخ على النار. وهنعملها النهاردة، هنديها صدمة كده وتحميرة قبل ما نحطها على صينية البطاطس. يا جماعة بتبقى كأنها صينية بطاطس بالفراخ المشوية بالظبط، مش مجرد صينية بطاطس بالفراخ عادية. بصوا من الناحية اللي فيها الجلد، والزيت لازم يكون سخن. وبنزل كده بالفراخ على الناحية اللي فيها الجلد والنار عالية معايا، وبسيب الفراخ مجرد بس يعني ثواني، وهنبص نلاقيها خدت لون، فهنقلبها على الناحية التانية. انا عايزاها تاخد صدمة ولون حلو من الناحيتين مع بعض. بصوا اهو، يعني تقدري تقلبيها تاني وتاخد لون اقوى من كده من الناحيتين. بصوا اهو، انا قلبتها على فكرة على الناحيتين وخدت لون حلو من الناحيتين. والريحة بقى جميلة. احنا كنا مبهرينها كويس، وشربت بقى كل البهارات والملح اللي احنا كنا حاطينه، فطعم الفراخ يعني روعة بجد من دلوقتي. وفي نفس الزيت وبرضو من الناحية اللي فيها الجلد حطيت الفراخ ومعليه عليها النار، وهسيبها لغاية ما تاخد يعني صدمة ولون من ناحيتين برضو. انا جهزت هنا البطاطس، وجهزت كمان طماطم وبصل وفلفل وتوم وفلفل حامي كمان. هو قرن فلفل حامي مع شوية فلفل اخضر والوان، ونص معلقة توم وطماطم وبصل. بصلاية كبيرة كده جبتها. والنهاردة البطاطس بتاعتي مقدارها ممكن يكون يعني بطاطستين 3 كده كبار. واعملي مقدار البطاطس زي ما انت حابة، وحسب عدد افراد اسرتك وزي ما انت عايزة. انا جبت صينية مش هحط فيها مادة دهنية ولا اي حاجة، مجرد بس هنزل بالبطاطس بتاعتي، كنت مقطعاها بالتقطيعة دي ونقعها في مية، وهنزل عليها على طول بكل المكونات اللي معايا، بس واحدة واحدة عشان تشوفوها. مش هنحط عليها عصير طماطم ولا حاجة، هي الطماطم المتقطعة اللي انا حطاها دي بس. تعالوا بقى ننزل اول حاجة بالبصل عشان تشوفوا ايه المكونات. بصلاية كبيرة واحدة يا جماعة بس. والثوم نص معلقة توم، يعني 4-5 فصوص توم. وده قرن فلفل حامي، وده فلفل اخضر مع الوان بارد طبعا. وهنا دي طماطم يا جماعة، حوالي طماطمتين كبار كده. هنحط بقى عليهم ايه دلوقتي؟ طبعا مش هنسبك ولا اي حاجة ولا نحط على النار. انا هحط شوية ملح، وخلوا بالكم الفراخ متبهرة ومتملحة كويس، فمش هنكتر الملح هنا. حطيت شوية ملح وشوية فلفل اسمر وشوية خلطة ال11 بهار اللي كنت عاملاها معاكم للصواني، بتنفع وتبقى روعة جدا.
انا هدوق طبعا وهشوفها محتاجه ملح قد ايه. بصوا انا بحط مجرد معلقتين 2 من الزيت، وهدعك بقى الفراخ كده مع البصل والثوم والفلفل والطماطم كده، بحيث البطاطس كلها تشرب من ايه، من المكونات دي، وكمان الملح والبهارات والفلفل الاسمر اللي انا حطيتهم يتوزعوا كويس في كل البطاطس. والفراخ بتاعتي اهي جاهزه، واحطها بقى هنا كده زي ما انتم شايفين. هي كده طعمها كأنها فراخ مشوية بالظبط، مش عايزة احطها نية كده فوق البطاطس، كده طعمها هيبقى حاجة تانية خالص، اللي هيجرب هيعرف. ورصيت بقى الفراخ كلها، وكنت مجهزة مية على النار تغلي، ومشغلة الفرن بتاعي، ومشغلة كمان البوتاجاز. انا احط عليها كوباية مية بتغلي ونص كمان، يعني كوباية ونص كفاية جدا معايا. ادي كوباية، ونقدر نحط كمان نص كوباية، مش هنكتر المية عن كده اهو. بصوا اقل كمان من نص كوباية. وانا مش هدخلها الفرن على طول، بس انا مشغله الفرن يعني يسخن. انا حطيتها على البوتاجاز الاول كده على اقوى عين يعني اهو، عشان عايزاها تغلي الاول، عشان ما تاخدش وقت معايا يا جماعه. لما تغلي كده وادخلها فرن سخن هضمن انها تستوي. انا مش هغطيها خالص ولا اي حاجه، هتستوي على طول اول ما تدخل الفرن، يعني هتغلي على طول، فمش هتاخد معايا وقت. ما خدتش معايا وقت خالص في الفرن، لغايه ما اتاكدت ان البطاطس استوت والفراخ كمان استوت معايا. طلعتها على طول. شايفين اللون الجميل، وهي تسويه. بصوا الشوكه يعني بتغرز على طول في الفراخ، وهوريكم طبعا التسويه بتاعتها عامله ازاي. وشايفين البطاطس كمان اخدت تحميره حلوه قوي. حابه تشيلي الفراخ من فوق البطاطس وتدي البطاطس وش كده حلو، وترجعي عليها الفراخ تاني، تمام. عشان لو ولادك بيحبوا البطاطس المحمره كده مقرمشه كده، اعملي كده. طبعا وهي في الفرن كنت عملت سلطه خضراء، وكنت عملت كمان رز ابيض بيليقوا جدا مع صينيه البطاطس. والاكله دي بتتعمل في ساعه واحده، وبنبقى عملنا اكله لذيذه كده مش اي كلام. وكمان ما خدتش معانا لا تعب ولا وقت ولا اي حاجه. سلطه خضراء ورز ابيض، ونستمتع بقى بالاكله بتاعتنا النهارده. عايزه اوريكم قد ايه البطاطس مستويه، وكمان الفراخ بتاعتي بصوا اهي بتطلع من الشوكه وانا بطلعها، وده عشان احنا سويناها برضو الاول قبل ما نحطها على البطاطس. بصوا بقى يا جماعه، بطاطس دايبه وطعمها روعه بجد. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الافاده. يا رب تكونوا استفدتوا. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه حطوا بقى لايك للفيديو، شيروا بقى الفيديو في كل حته، اعملوا البطاطس ديت على ضمانتي بطريقتي، هتطلع معاكم تحفه. شكرا ليكم.